أهلا بيكو في قناة فيلميزو. يا ترى إيه اللي هيحصل للبنت دي؟ البنت دي كانت داخلة تستحمى، بس فجأة هجم عليها واحد غريب. بعدها الناس دي قعدوها في مركب وخدوها في نص البحر ورموها في المية، بس رجلها كانت كمان مربوطة بسلاسل حديد. بدأت تعافر عشان تطلع على وش المية، بس بسبب السلاسل غرقت ونزلت لتحت خالص في قاع البحر. حاولت بكل قوتها إنها تفك السلاسل دي، بس مفيش فايدة. وبعد شوية نفسها وقف، بس فجأة فتحت عينيها وبدأت تبلع مية البحر، وده معناه إنها بتقدر تتنفس تحت المية كمان. وبعدين وبحركة واحدة كسرت السلاسل وبسرعة رهيبة وصلت للشط. كاليوب شافت إن الاتنين اللي خطفوها لسه موجودين هناك، جريت عليهم ومسكت واحد من رقبته وفضلت تسأله: انت ليه غرقتيني؟ الراجل التاني حاول يهجم عليها، بس كاليوب وقعته في الأرض. بس هم حاولوا يهجموا عليها تاني. كاليوب ضربت واحد برجليها وكسرت صباع التاني، وغصبته يقول لها مين اللي عايز يقتلها، بس هم مرضوش يقولوا لها أي حاجة. بعدها كاليوب رجعت بيتها